يعني they want العك هنا في مصر I find and it's not a bad thing by the way عشان تبقى healthy in all يعني aspects. on all aspects. الأساس في الديزرتس هي سكر زبدة بيض ودقيق that's it. ليه هخلي التريت بتاعتي فيها things to care about برضه؟ لا يعني I shouldn't يعني. اللي انت بتلاقيه في كل الديزرت بليسز اللي عامله زي الحجره ممكن تكسر ازاز. That's a Swiss meringue. If somebody tells me ممكن تعملي حاجه من غير سكر great. This I'm willing to do. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست منتهي الصلاحيه. النهارده معايا ضيفه لذيذه جدا. معايا نيرة Yes. الفاوندر and founder founder of the Four Fat of Ladies. the Four Fat Ladies and Nira's Wicked Whisk. Perfect. So I don't own I'm not about the Four Fat Ladies anymore, but I started my own brand, Nira's Wicked Whisk. Perfect. طيب let's start on desserts لأن I know this is your expertise. يعني دي ده أكيد. من وأنا صغيرة. Yes. Desserts. Yes. قولي لي ليه اخترتي الديزرتس بالذات to be your specialty? My passion. Your passion. My passion. أنا من وأنا صغيرة على طول كنا بنطبخ في البيت مع my mother. بالذات لما كنا عايشين في الكويت كل ويكند كنا بنعمل كيك أو حاجة زي كده. So وجدتي من ناحية بابايا سورية and my grandmother من ناحية أمي كلنا إحنا على طول في المطبخ. Okay. So the kitchen is where إحنا بنجمع في الكيتشن أو في التي في room. This is our household. وأنا عندي two older sisters. So here it's just المطبخ is really about love. So warmth, love. ولما بتطبخ لحد لما مامتي كانت بتطبخ cook something for us, it's you really felt this is هي the way she shows love وحاجات كده. So I feel when you bake desserts or cook هي على طول بتبقى how much passion and how much love you put in it بتبان لما الشخص بيدوق. So أنا بحب المطبخ كمان عشان ببقى لوحدي و it relaxes me. بعرف أفكر لوحدي في المطبخ. So it's just always been my thing. Puts you in your zone. Totally my zone. يعني في المدرسة كنت ببيع apple pie و carrot cakes للناس teachers وفي البيك سيلز في CAC بالذات cookies وحاجات كده. So it's all I've been doing it من وأنا صغيرة. بحس كمان dessert is one of the things that يعني it speaks to the heart not the stomach. يعني بحس it goes through your heart أكتر. بالظبط. فحس إن هي حاجة بتلمس القلب كده اللي هو يعني إيه يعني لو أنا مثلا عملت كيكة بحس الناس مش بتدوقها as إن هي بتاكلها عشان to satisfy a craving قد ما هو حاجة بتاكلها عشان هي they want to add an extra sweet layer كده لليوم. بالظبط. يعني أنا أكتر satisfaction بتجيلي أنا personally as Nira as a chef is لما حد بيدوق حاجة وبيقول oh my god Nira it tastes so good yeah بابا I'm like thank you so much يعني it's like the best compliment in the world بالنسبة لي. طيب هسألك سؤال. انت دلوقتي اكيد كنت بتجربي في المطبخ حلويات كتير وامتى حسيتي ان دي خطوة مهمة ان انت تبتدي البيزنس بتاعك في المجال ده؟ اوكي انا اصلا كنت بشتغل في العلاقات عامة حوالي 10 سنين وكنت بطبخ للناس في الشغل على طول. وانا جي فترة في النص مشيت ورحت مدرسة عشان ادرس طبيخ حلويات because طبيخ حلويات is الاكل طبيخ العادي لو عندك sense you'll be a good cook. في الديزرتس هي كيمياء. لو انت غيرت حاجة واحدة في الريسيبي او اي حاجة هتبوظ الدنيا كلها. انا كنت نفسي افتح الديزرت بليس من زمان قبل بس في ترند حصلت مع نولا وكرامز وقلت انا تأخرت am I too late should I do it anyway. So كانت بعد رحت درست في 2006 لغاية 2007 كانت سنة ورجعت في 2007 وبدل ما افتح مكان رحت دخلت في العلاقات عامة تاني و I left it بعديها في 2012 completely. واختي ابتدت الموضوع for me هبة one of my sisters. انا عندي هبة وشين هم اكبر مني. هبة ابتدت البيزنس بلان وانا اتغصت قوي بس thank God she did because she pushed me ان انا ابتدي الموضوع بجد وبس ما فتحناش محل
احنا انا ابتديت من البيت، وبعدين اجرت مطبخ في شقه في الزمالك، و I started it was all online. وعشان كده الاسم بالنسبه لي كان مفروض تعمل impression على الناس. عشان كده يعني لو I said the bakery، لو فتحنا a bakery called the bakery or the sweet shop، مش هتلف النظر الناس. you'll think it's candy, you'll think it's anything but that. so أنا عملت a decision, we made a decision إن احنا نجيب اسم very bold، وأخدنا بالنا it's very offensive لشوية ناس. شوية ناس زعلوا من الاسم قوي، بس everybody remembered the name. طالما احنا بعدين فتحنا محل في يمامة سنتر في الزمالك، والمحل في يمامة سنتر كانت مطبخ ومحل. so أنا كنت في المطبخ وكنت بقابل الجاس في نفس الوقت بالابرن وحاجات كده. so I like it's a very American I think way of doing it, where mommy and daddy are in the back بيطبخوا وبيطلعوا بيقابلوا الجاس وحاجات كده. أنا I wanted to make it very personal للزباين، وانا كنت برد على كل المكالمات لما my clients. انا رجعت نفس الموضوع دلوقتي بعد ما ابتديت المشروع الجديد. my clients call me. I talk to them. I take their order. I'm كل حاجة. It's a one man show. It's a one man show. للأسف it's a one man show. ودي حاجة one woman show بقى. one woman show. ودي حاجة كويسة، بس وحشة من ناحية لو لازم أعمل حاجة accounting وحاجات كده ما عنديش وقت. بالذات لما الشيفs will understand what I say. لما ببقى جوه المطبخ أنا دماغي جوه المطبخ و I'm literally ما بفكرش في أي حاجة تانية خالص. ما كنت لسه أسألك بقى chef's brain. I call it, I don't know if this is the thing, I call it chef's brain. and أنا literally ممكن أكلم الزبونة أقولها أنتي طلبتي نونير أنتي already عملتيها. قلت له أوكي أنا ناسية الأوردرز، بس أنا عندي schedule على الثلاجة بالأوردرز بكل حاجة what to do وحاجات كده. بس I love it and I feel I waited. يعني في نقطة you feel أنت استنيت كتير عبال ما فتحت البيزنس. بدأ by the time أنا وأخواتي فتحنا البيزنس بتاعتنا، بس it's never too late honestly. كنت لسه هسألك بقى سؤال، هل المنتاليتي بتاعتك جوه المطبخ بتاع البيت لما بتيجي تعملي ديزرت هل بتتغير عن المنتاليتي تماما بتاعت المطبخ بقى بتاع الشغل؟ اللي يعني انا بحس اللي هو يعني ايه، يعني اكيد بتختلف. يعني فاهم لو انا بعمل مثلا شخصيتي بتتغير لما بدخل المطبخ، لو بعمل حاجه للشغل او بعمل حاجه للبيت. نو انا بتعفرت لما حد بيبقى في المطبخ معايا. get out clear the space. يعني اخواتي طبعا انتي مودك خرني النهارده. قلت لهم انتوا كلكم قاعدين فوق راسي موف. هي المطبخ ما بيستحملش اكتر من شخصين اصلا، ثلاثه بالعافيه. لما بتبقى 4 انا واخواتي احنا 3، بعدين امي في المطبخ، بعدين اللي بينظف المطبخ لا بره get out. عشان لما ده بيحصل اوقات حد هيقعد يتكلم معايا هيقول لي نيرا طب، قلت له نو هتكلموا معايا انا هنسى حاجه even though it's انا عامله زي الكمبيوتر في المطبخ. لا وساعات بيجوا يعدلوا كمان على الرسبي مش ناسيه. امي بتقولي والدتي هتقولي نيرا انت فاكره لما قلت له نو اوت في حد عمل ماليش دعوه مين عمل ايه ماليش دعوه اوت بيتخاذوا مني قوي. بيحصل خناقات شويه اوقات، بس يعني اتس اوكي زي اي بيت يعني. عادي وانا هابي فاميلي معظم الوقت، بس في المطبخ طبعا بشيل اتس اوكي. ما كله بيبقى هابي بقى لما الديزرت بتطلع بقى خلاص كله بيبقى هابي فاميلي خلاص. بس لما لازم نطبخ واعمل في نفس الوقت. عشان كده اوقات كتير بعمل ديزرتس متأخر قوي بالليل أو بدري قوي الصبح، بس على الساعة 5 كله نام بقى أو بالليل كل حد هينام. so it's the best sometimes it's the best time، بالذات لما السيزن عندي شغل كتير. طيب through the years بقى، يعني على مدار السنين اللي فاتت كلها، أكيد أنت لاحظتي إن إحنا في مصر خصوصا في مجال الديزرتس إحنا ترند بيزد شوية. so annoying. يعني يعني دايما بيبقى فيه ترند هي اللي ماسكه مثلا let's say السنه دي، وكل الديزرتس بقى بتبقى ماشيه على الترندز دي. yes.
ايه اكتر ترند انت شايفاها فعلا كانت deserves the spot، وايه اكتر ترند كنت حاسه ان هي لا doesn't deserve it؟ في كتير قوي. احنا ابتدينا ترند في 2012. احنا ابتدينا الترند بتاعت السالتد كاراميل. اوكي. عشان ده كان ترند في امريكا. السالتد كاراميل براونيز، السالتد كاراميل كوكيز، اي حاجه ليها سالتد كاراميل. دي كانت ترند واحنا ابتدينا بيها، ولغايه دلوقتي السالتد كاراميل براونيز is one of my best sellers. بس افتكر it's one of my best sellers عشان الحمد لله ما حدش عارف يقلدها. so ما حدش عارف يقلدها عشان to come up with a recipe كانت صعبة قوي، عشان انت محتاجة براوني recipe يشيل السالتد كاراميل من غير ما ديفليت. لا، من غير ما it sinks to the bottom. عشان لو البراوني مش تقيلة الكاراميل أتقل. هتروح لغاية لتحت، وان انت تشيل ورقة الزبدة دي كارثة. So and then the salted caramel لازم you get the right recipe for that. So الحمد لله. But it's not a trend that stuck مع Egyptians because I think معظم الناس ما عرفوش يقلدوها. هي دي النقطة. أو يقلدوها، بس I still think ours is way better. بس الترند التاني رمضان برضو احنا ابتدينا الترند ان احنا نفيوز الشرقي مع الغربي. وعملنا احنا كنا اول ناس عملنا كنافه بالبينا باتر والنوتيلا. السنه اللي بعدها بقى it exploded مع كل الاماكن. مش البينا باتر مع نوتيلا زبده فول سوداني مع نوتيلا، مش دي بالذات، بس فجاه ناس اخذوا بالهم ان يمكن it's smart في رمضان ان احنا نجيب الشرقي وندخل فيها western desserts. So في red velvet كنافة cake I think حاجة زي كده. I think that this and a red velvet personally I hate that. I hate the red velvet cake. I think it's the most useless cake it خلق ever. عشان هي opinion بصراحة. هي ولا فانيلا ولا chocolate، بس هي أحمر. So أنا بسأل الناس انتوا بتحبوا ايه فيها؟ هي It's not really chocolate. If it was a cherry cake I would understand. بس معظم الناس بيقولوا أنا بحبها عشان الكريم تشيز فروستينج. قلت له طب ما بنجيبوا كارت كيك. هي بس الكارت كيك طعمها أحلى بكتير. So this the red velvet trend I never understood it. بس هنا في مصر the trends الفستق. If one more person tells me أعمل حاجة بالفستق في رمضان I will go crazy. No, I refuse. مش هعمل حاجة بفستق. No. أو لوتس نوتيلا كان ترند في 2013 2014 بس الترند it didn't last very long. وقع على طول. أنا ما بفهمش اللوتس بصراحة. لوتس دي أنا قلت هتعمل زي النوتيلا 2 ماكسيمم. هي لغاية دلوقتي. أيوة أنا لوتس. أنا مش فاهمها. 5 years. أنا مش فاهمها for a reason. أنا how would you make butter out of biscuits؟ ما هو it is. بس هي كارثة. أنا مرة جبتها في البيت وقعدت أكل أيوة it's pure sugar. I like البسكت تحفة في القهوة أو شيء. أيوة ماشي. ما I would understand إن إحنا ناكل البسكت دي مع قهوة مثلا. بس why would I crush it into being a butter to spread it؟ أنت شفت الترند الجديد؟ بس أنت شفت الترند الجديد؟ في ترند جديد Greek yogurt بالمشاية في البسكت وابتدت بالبسكوف باللوتس. It's not bad. It's okay. But I think it's a fast way to it's an alternative. It's a healthier rational Greek yogurt. بس دي trend. بس الترندز اللوتس لا اللوتس لسه أنا هموت أشوف إيه اللي هيحصل في رمضان. أنا لحد دلوقتي أنا متحمس جدا لعدة أسباب. السنين اللي فاتت يعني 3 سنين اللي فاتوا مثلا الترندز كانت بتبان قبل رمضان like almost 2 weeks. بجد؟ يعني كنت بحس ان كان بيبان كده احنا رايحين فين. يعني مثلا let's say السنه اللي فاتت كانت الترند بتاعت اللي هي شوكولاته دبي او اللي هي الدبي شوكليت دي ستايل الفستق بالكنافه دي كانت اوريدي قبل رمضان بكتير، والناس بدات ان هي تدخلها في ديزرتس رمضان. فانت كنت اوريدي عندك اكسبكتيشن الترند رايحه فين. السنه دي مفيش اي حاجه اللي هتبقى فستق تاني. I'm positive. بعدين كلمه الفستق دلوقتي يعني you know it's not 100% فستق. I know. هي بسلة. هي بسلة عشان الأخضر. So يعني أنت you're eating بسلة بيوريه على كنافة بتعمل الفستق. You know what I'm saying؟ بفستق flavor.
so يعني انا بالنسبه لي I'm just like whatever. بعدين الدبي ستايل شوكليت دقتها ما عجبتنيش. حسيتها تو سويت بصراحه. very very sweet والقرمشه مش كفايه. المفروض فيها قرمشه اكتر الكنافه. You know what I'm saying? I'm very picky. I would choose مثلا let's say Parlan chocolate مثلا او طبعا حاجه كده بس دي غاليه قوي. you see ما هي مشكله برضو انا my mother بعتت لي صوره how to decorate a cake or حاجه زي كده. قلت لها do you know how expensive it's gonna make the cake؟ قلت لها انسي. I'm like mommy no more suggestions please no more suggestions. علشان المشكله احنا في مصر مشكله الخامات غاليه قوي وعماله بتغلى. So the chocolate keeps getting more expensive. الباتر wow the butter انا فاكره لما الزبده الربع كيلو كانت ب 30 جنيه. يعني حاجه يعني مضحكه بالنسبه للاسعار دلوقتي. يعني الزبده النيوزيلندي الكيلو كانت ب 80 جنيه افتكر. دلوقتي الكيلو ب 700 جنيه. It's crazy. يعني والسكر ايام السكر كان ب 4 جنيه. ايوه دلوقتي ب 30 جنيه. الطبق البيض كان ب 24 جنيه دلوقتي الطبق البيض ب 200 جنيه. So it's just everything بالذات في الديزرتس كل حاجه غليت. الخامات بالذات غليت. So you want to make something حلوة والناس هيطلبوها بس في نفس الوقت مش هيقولوا يا ربي السعر is so وانا I love this. بدو الكيكة دي تحفة. It's so expensive. بعدين بدو بقول بس الكيك ده من العلبة. It's a cake mix. لا أكيد لا. قلت له أكيد for sure. أنا عارفة. This is a cake mix. يعني لما كنت في Four Fat Ladies كان في the red velvet في الآخر. I'm honest قلت لهم كان الشيفs insisted ما يسمعوش كلامي في المصنع وكانت تطلع بني. قلت له أنا هموت أعرف أنت بتعمل إيه في الred velvet. أنتوا are you following the instructions؟ لازم ده الأول بعدين ده بعدين ده. كانوا بيحطوا الخل مع اللون. اوكي. وobviously كان بيحصل chemical reaction بدل ما تطلع أحمر بتطلع بني. So في الآخر قلت لهم cake mix. مش هنعملها من scratch. It was the only أنا كل حاجة من scratch بس this is the only one والفانيلا كيك. قلت لهم box. أنا مش هقعد أتخانق معهم علشان they don't want to follow the instructions. طيب as a dessert person بقى مش هكلم as a chef. شايفة ممكن رمضان ده ممكن الترند تروح فين غير الفستق؟ بغض النظر عن الفستق. والله I have no idea. أنا مش عارفة. أنا عارفة أنا عارفة أنا هعمل إيه. يعني بس للأسف I don't follow the trends. يعني كنت بفكر أعمل pistachio cake. I don't know لو ممكن أدخلها على المنيو بس لو ما باعش كويس ممكن أشيلها. هي دي. أنا أفضل personally for me for example أنا أفضل أسيب الديزرتس اللي أنا بعملها وأحط تويست عليها شرقي. رمضان تويست. So يعني كان في وقت في لما لسه كنا في Four Fat Ladies التريسليتشي كانت الترند. So التريسليتشي كان ترند و I think it's a great concept. دي بقى كنا بنحط حلاوة الشعر عليها. اوكي. to make it a bit different وسبرينكل فستق عليها مكسرات عليها. This is يعني أنا أفضل أخذ حاجة موجودة already و I change it a bit. So it's like a mix كده مثلا بين التريسلاتشز واللي هي حلا بيروت مثلا. بالضبط حاجة زي كده يعني. This is بس I don't know الأيام دي بشوف الناس are going back to الشرقي بتاعت كويدر. You know what I'm saying؟ الكلاسيكس because الكلاسيكس عمرها هتموت. ما كده وكده كويدر وقت رمضان في عربية مركونة قدامها مليانة حاجات وبتخلص لغاية دلوقتي. so الترندز ما أثرتش. أنا بالنسبة لي مش شايفة إن هي أثرت على التراديشنال حلوة الشرقي. طيب سؤال دلوقتي مثلا let's say انتي هتعملي a new item. yes. تمام. take us through the process كده اللي هو مثلا بتفكري ازاي. هل بتفكري في الكونسيومر تيك على الايتم ده او ازاي المستهلك هيبقى عايز يشتريه ولا بتفكري ان انت عايزه تطلعي حاجه creative out of your
preference. فاهم قصدي؟ فمثلا يعني انا دلوقتي انت دلوقتي صاحبة براند وهتطلعي نيو ايتم، ايه البروسيس اللي بتفكري فيها؟ بطلت اعمل البروسيس ده مش on purpose. I tell you انا فاكره لما كنت في Four Fat Ladies with our partners, مش my partners عشان احنا we partnered with another company. على طول نيو انت لازم تطلعي حاجه جديده، انت لازم تعملي حاجه جديده، حاجه مش عارفه ايه. انا بشوف sometimes too much الاسنس بتاعت البراند بتروح في حتة تانية. So أنا بالنسبة لي أنا I'm من تفكيري إن simple is better و limited is better. يعني أنا مش لازم compete مع الشخص ده في this dessert، مش لازم compete مع الشخص من المكان ده مع this dessert. لو عملت كده أنا هخترع 10-15 new recipes عشان I'm competing with 5 other. ليه؟ أنا أفضل أعمل what I do best بتويست. So لما for inspiration طبعا انستغرام هي عبارة عن أكل كلها و you know ده بيبعت لي ده وده بيبعت لي ده و sometimes it's just a variation اللي أنا بعمله already. بس الشوكولاتة شيب كوكي لازم تبقى محشية حاجة. No أنا traditionalist. الشوكولاتة شيب كوكي هي chocolate chip cookie. محشية حاجة تانية there's not a chocolate chip cookie anymore. دي حاجة تانية. So I get a lot of inspiration online طبعا بس I don't look at the trends as much. Yeah, فاهم قصدي؟ So أنا يمكن يعني البافلوفا اللي أنا بعملها دلوقتي في my new brand أنا في المدرسة كنت بموت أعمل meringue. I don't know why it's one of my favorite desserts to make. مش عارفة لما بتدوب بعدين it gets bigger بعدين it's shiny. When it's shiny it's beautiful. بعدين بتسويها في الفرن وحاجات كده. دي بقى is one of those things where you can make so many different variations. It's a base. It's a base بالضبط. It's a base. So أنا البيس هي على طول كريمة بالفراولة والبلوبيريز وحاجات كده. بس في كريسماس اللي فات عملتها زي المون بلان. سو ما اعرفش الشستنت اسمها ايه بالعربي. كستناء او ابو فروه. ابو فروه هي ابو فروه. So it's a glaze ابو فروه. So طبعا everybody's like make it from scratch. قلت له no. It takes too much time. في حاجات لما بتعملها من scratch it takes so much time عمرها ما بتطلع زي لما بتشتريها جاهزة والوقت ده is cost. يعني so لو انا قعدت يعني المرينج هي سهلة بس ككهرباء بتقعد في الفرن ساعتين. طيب أنا عايز أسألك سؤال. دلوقتي إحنا ليه دايما بناخد الأورينتال ديزرتس ونحط عليه أو الحلويات الشرقي ونحط عليها التويست الغربي أو الويسترن ديزرت أو الويسترن تويست، وليه مش بناخد الويسترن ديزرت أو الحلويات الغربي ونحط عليها التويست الشرقي بتاعنا؟ التويست الشرقي أوكي. أنا عملتها كم مرة في the Four Fat Ladies وفشلوا بس هنتكلم عن الموضوع ده بعدين. في الأول أفتكر إحنا عشان إحنا فاهمين في الحلويات الشرقي أكتر من والحلويات الفرنش ديزرتس أكتر من الوست. بس فرنش هي ويسترن بس معظم الشيفs هنا في مصر متعلمين French desserts French patisserie because honestly it's the essence of all desserts. لو بتعرف تعمل French desserts you can do any dessert. American desserts are yes and no are some of the easiest desserts to make. بالذات لو عندك ingredients the right ingredients. هنا في مصر we don't have the right ingredients for a lot of American desserts بالذات الكوكيز وحاجات كده. So it's much easier to take الكنافة وتعمل تويست عليها the western twist. So يعني احنا عارفين الكنافة red velvet كنافة it's still موجودة و people like the idea that هم بدل ما ياخدوا نفس الحاجة اللي هم بقالهم سنين they're eating something that's a bit different بس لسه فيها التويست اللي هم عارفينها. Now if you do the reverse you can do the reverse العكس تاخد dessert غربي and put an oriental. عملناها okay we did it with كان في البراونيز عملناها salted caramel براونيز بس عملنا البراونيز العادي بكنافة and salted caramel. Okay. Didn't work so well. يمكن عشان شكلها كان عاملة زي البيرد بو. الكنافة بالكراميل شكلها مش عاطفي. It didn't look very nice but we didn't know how to make it look nicer either. هي صعبة.
وان انت تحط الكنافه بين اللايرز البراوني صعبه عشان هتشرب it was difficult بس it worked well بس مش popular ما كسرش الدنيا يعني عملت البراوني بالحلاوه برضو ما كسرش الدنيا it was like kind of a thing بعدين عملت كيك انا كنت عايزه اجرب في الكيكس قوي وعملنا كيك مره بالحبهان افتكر it was a vanilla cake it had حبهان مش فاكره وعايزه اقول ميه ورد or one of those والفروستنج كان عسل وحاجه didn't work at all خالص so دي next يعني من اول اسبوع we knew it wasn't gonna work وبطلناها كان في حاجه تانية لا احنا جربنا بس I also think يعني انا بعشق الترايفل مامتي كانت بتعملها على طول بس not the traditional English trifle so قلنا يمكن ممكن نعملها اللايرز like البسبوسة بدل الكيك ونحط اللايرز الكريم والفروت عبال ما وصلت المحل من المصنع للمحل كان شكلها اتدمر no horrible عشان كانت بتتعمل في البولز طبعا احنا ما خدناش بالنا ان الكريم شانتيه هتشرب الكيك هتشرب المية في الكريم شانتيه so كانت بتوصل المحل متشرقة من فوق it looked old even though it wasn't old so it's difficult and to try to play around with these يعني البسبوسة حاولت اعمل كيك بسبوسة كيك هي موجودة very popular في اليونان أفتكر in Cyprus بس it's not a flavor that people appreciated هنا في مصر وكانت okay it's a بسبوسة كيك بتعمل برتقان بشربات it's not weird enough and الناس will go buy it يعني they want العك هنا في مصر I find and it's not a bad thing by the way I'm not saying it's a bad thing بس لما تحط الكنافة مع الأوريو مع النوتيلا مع مش عارف ايه قنبلة you know هنا في مصر بالناس everybody wants to try it in Egypt كمان I mean you want في نفس الوقت الماركتينج والادفرتايزنج وكل الحاجات دي اللي بتيجي مع the new innovations makes a very big difference with if a thing succeeds or doesn't succeed I just found هي أسهل إن أنت تاخد الشرقي و to westernize it and تاخد westernize and you make it شرقي that is easier than this أسهل للباليت بتاعت الناس متعودة عليه أكتر بالضبط I don't know بس يعني جربت وما نفعش kind of a thing okay حبهان الناس very few people it's either you like it or you hate it في نفس الوقت يعني في حاجات معينة وأنا كنت عايزة أعمل كيك بالشاي or something like that it doesn't work يعني and sometimes with American desserts في الأول خالص لما ابتدينا في 2012 you're educating number one not إن هم مش فاهمين desserts هم فاهمين desserts بس they're not used to الشوكولاتة شيب كوكي المفروض تبقى عاملة ازاي chewy من بره ومن soft من جوه ولا dry ولا it's that concept زي البايز American بتحطوا standards اللي الحاجات اللي ده الستاندرد بتاع الامريكان ديزرتس البايز for example pies are very American بس لما حد بيشوفها هنا في مصر it also looks like a tart but it's not a tart بالظبط so it's apple pie people want apple pie but when they try the apple pie هم افتكر sometimes في دماغهم they're حاسين ان هم هيجربوا الباي التارت الفرنساوي التختاتان دي حاجه ودي حاجه الناس اللي فاهمين بايز هم الناس اكتر and this is I mean اللي سافروا برا اللي راحوا امريكا وداقوا بيكان باي او يعني لما بعمل في كريسماس ونوفمبر بطاطا باي it's delicious but not that many people order it. I think عشان people متعودين على pumpkin pie أكتر مثلا even لو بيسمعوا عنها مش فاهمة قصدي؟ يعني أنا بسمع كتير عن مثلا pumpkin pie بس عمري ما سمعت عن بطاطا pie I will not. بس عملت pumpkin pie السنة دي السنة اللي فاتت في نوفمبر. البامكن في مصر القرع في مصر ملوش دعوة بتاعت القرع في أمريكا. القرع في مصر
كأنها معمولة للقرع عسلي وبس. I'm serious وبس nothing else because القرع المصري فيها مية كتير واللون بتاعتها مش برتقاني زي بتاعت أمريكا. الأمريكان وان وهي الأمريكان وان يعتبر سكواش not pumpkin وبتبقى orange very orange. يعني لما عملت البامكن تشيز كيك قرع المصري ما نفعش because ما كانش فيه طعم القرع خالص. the only thing that كان بتبان فيها السبايسز بتاعت القرع البامكن سبايس القرنفل القرفة وحاجات كده بس it didn't work. It doesn't work. It only works مع ناس معينة وفي الآخر قعدت يوم كامل أقطع في القرع. I boil it. I strain it. 12 hours علشان 12 two people ordered pies of torture for the بالضبط. 12 hours ان انا اجهز القرع البيوري علشان اعمل البايز بيها وفي الاخر شخصين طلبوه قلت لهم عمري ما اعملها تاني. فاهم قصدي. الحاجات دي certain طب things. ايه الديزرت اللي حاسه ان احنا كمصريين محتاجين نجت to know more about او نعرفه اكتر او نبتدي فاهمه يعني ناكله اكتر؟ Egyptians eat all kinds of desserts. لا بس انا بالنسبه I have a specific dessert. انت عندك ايه اللي انت بتفكر فيها؟ انا عن نفسي البافلوفا لان المصريين بيحبوا الحاجات السويت قوي الشوجري جدا والحاجات السهل جدا ان انت تحطي عليها توبينجز مختلفه كل مره. I started the pavlova but I didn't start the trend. يعني أنا سمعت يعني I started it بس كان في ناس تانيين بيعملوها. يعني لوباك سوكري في البريزيدنت هوتيل في الزمالك كانوا من أنا في المدرسة so you're talking I'm not young you're talking 32 years ago كانوا على طول بيعملوا this meringue cake base meringue it's not a pavlova meringue ومن جوه كريم شانتيه and they had a chocolate one افتكر حاجه زي كده كانت تحفه ولازم يتطلب قبليها بيوم and they stopped making it. لما ابتدوا الباك سوكري started working again I think maybe 3 years ago من 3 سنين 4 سنين كلمتهم عشان اطلبها لا احنا بطلنا زي البابا. هتلاقي معظم الناس بطلوا يعملوا بابا عشان هي غلسه هم الاثنين غلسين. في البافلوفا فيها ويست كتير I think that's why they don't do it anymore. المرينج عامة كديزرت it's 3 ingredients 2 ingredients sugar and egg whites بس هي بتاخد وقت كتير في الفرن. I think هي تكلفتها عالية قوي كويست وككهرباء for example. It's my favorite dessert to make. I love making it. يعني أنا I love making it بس كل حد it's a meringue it's a meringue ish base بس المرينج العادي ما في there's 3 ways of making meringue. المرينج اللي بيتحط على الباي من فوق في ايطاليان وفي سويس. الايطاليان اللي بيتحط على البايز من فوق عشان هي بتبقى مستويه مش لازم تخش الفرن right so there's no chance of poisoning salmonella poisoning and then بس دي very easy to make. Swiss meringue such a pain in the ass أقول لك الحق يعني هي بس هي اللي أنت بتلاقيه في كل ال dessert places اللي عاملة زي الحجرة ممكن تكسر إزاز. That's a Swiss meringue عشان مش هتشرب الرطوبة. That's what it's for. It stays longer on the shelf. Because you whisk it على bain-marie. So you release all the moisture that's in the eggs. Hey, this is the point. And the French meringue is what we all know how to make بتاعت كل حاجة. البافلوفا عاملة شوية زي الفرنش meringue but it's with a twist. بالضبط. I love the pavlova. I think it's the best dessert in the world. هي فيها سكر كتير. Who cares? Has no zero fats. You know what I'm saying? أنا بقول has zero fat بس فيها سكر كتير. طبعا كل حد دلوقتي الترند مش عايزين سكر أقل. This is a trend that I respect because احنا عندنا ناس كتير قوي هنا في مصر عندهم type 2 diabetes. So if somebody tells me ممكن تعملي حاجة من غير سكر, great. This I'm willing to do. Something without gluten, if you're not allergic to gluten, I don't give a shit. Honestly. بس بقول بالمرة since هعمل حاجة من غير سكر هعملها gluten free في نفس الوقت. عشان تبقى healthy in all aspects. On all aspects. You know what I'm saying? يعني عندي أنا لما كنت في أمريكا لما كنت في الكلية this is in 97 خلاص I finished in 98 كان الvegan trend ابتدى في أمريكا. So أنا I know
all about the vegan thing very well. So واحدة من الزباين لما كنت في الفور فات ليديز كلمتني بتتخانق معايا ان احنا عملنا chocolate cake a vegan chocolate cake وهي دي تحفة هي ابتدت بقى انا بطلت اكل سكر قلت لها مبروك جربت الكيك بتاعتك قلت لها دي تحفة اكيد it's not vegan اكيد it's vegan مش عارفه ايه وبعدين عرفت ان فيها السكر قلت لها اوكي so انا مش فاهمه ايه المشكله sugar is not vegan قلت لها no sugar is vegan honey is not vegan يعني no خناقه يعني قعدت معايا على التليفون for 30 minutes قلت لها حبيبتي I'm telling you sugar is vegan it comes from a plant it comes from a plant no it's not vegan قلت لها honey عشان bees have life this is not vegan you know what I'm saying بس في ناس في أمريكا I'll tell you because هم بيبيضوا السكر sometimes بكيسن which comes from the cow بس هنا that's too expensive هنا في مصر بالفحم so it's fine خناقة like I cannot even tell you so الموضوع الفيجن I'd rather call it Xiaomi للمسيحيين اللي بيصوموا عشان yes I do make things that they can eat when they're fasting that doesn't have any animal products in it and I do have a couple of items على المنيو بتاعتي الجديدة that أنا من غير السكر yes بس مش هستعمل sugar substitutes أنا مليش في ستيفيا at all طعمها بالنسبة لي مقرف أنا لو هسكر الحاجة هسكرها كنت بعملها بالعسل بعدين عرفت ان العسل بالهيت بتقلب سكر so عسل out بدبس البلح I sweeten بدبس البلح و fruits عامة بلح prunes whatever banana كده I'd rather do that وفي نفس الوقت عملتهم gluten free just as a bonus بالنسبة لي في 2 vegan ما فيهمش زبدة أو بيض أو أي حاجة زي كده so that I believe in no sugar because بعرف ناس كتير قوي الأيام دي عندهم بالذات all ages they're starting to develop diabetes مع السن و this is I find is a much bigger problem and أنت معظم الناس أنا فاكرة do you have anything gluten free بقول لهم طب أنتوا are you allergic to gluten لا أنتوا then shouldn't make a difference بس هما that was a trend that was a lovely trend ويعني لسه شوية بس not really شوية لسه بس هي it's a very small percentage of the population very يعني نسبة الناس that ask for it is very very little compared to people like regular desserts أو like هم عايزين سكر عايزين فات عايزين دقيق عايزين كل حاجة يعني عشان أعتقد عشان إحنا بنعمل الديزرت as a treat يعني ف why would ليه أخلي التريت بتاعتي فيها things to care about برضه لا يعني I shouldn't يعني بس one cake I make اللي ما فيهاش سكر بس فيها زبدة وبيض يعني super I love it because it's هي مسكرة just right وفي بس فيها عين جمل so أنا عندي واحد من my friends actually he's diabetic من هو صغير so قلت له بلح قال لي بلح فيها سكر كتير قلت له بس في عين جمل وفي زبدة so this offsets the sugar spike that you get from having sugar so يعني بحاول it's a healthy Christmas cake it tastes أنا بقول it tastes like Christmas I call it a fruit cake it tastes like Christmas but yeah I like يعني so when I develop زي دي when I develop recipes يعني أنا I did it ليه عشان my best friend stopped eating sugar كده she just decided she doesn't want to eat sugar anymore so this is when you start doing the research ازاي ممكن أعمل حاجة من غير سكر عشان عيد ميلاد it was her birthday عيد ميلادها من غير ما استعمل السويتنرز اللي موجودة في السوق like monk fruit which monk fruit أنا عمري ما دقتها بس دقتها recently oh my god it's horrible أنا ما أعرفش إزاي الناس بيستعملوا monk fruit it's much better than stevia قلت لهم الاثنين وحشين وحاشة يعني يمكن عشان أنا عمري ما استعملت sweeteners في القهوة I think it leaves يعني بتسيب after taste كده horrible that is تحسيه very chemical شوية it tastes chemical بعدين كل حد بس natural قلت له بس it tastes chemical يعني أنا بالنسبة لي عمري ما شربت أي diet coke يعني لو أنا عمل drink a coke it's gonna be full sugar
غير كده I won't drink it. وما بشربهاش كتير. So why would I go to diet? أنا بالنسبة I never drank Diet Cokes or anything like that. لغاية دلوقتي I will not. طيب هسألك سؤال تاني. Yes. ايه اغرب اوردر اتطلب منك as a dessert person وحسيتي اللي هو this is يعني ده حاجة خارجة عن الطبيعي؟ غريبة قوي. مش موجودة على المنيو. يعني حاجة كده اللي هو Oh my god. it was like a special order بس حسيتي ان الموضوع غريب. Did anybody ever أنا كمان أنا غلسة قوي. I don't usually deviate من الريسبيز الموجودة وبتخانق أصلا sometimes. You know what I'm saying? أنا غلسة قوي actually. Like it's not just I won't do it, I will not do it. خلاص forget it. مرة. But ultimately, you know, my sister calls me السوب نازي. شفت ساينفيلد السوب نازي بتسأل سؤال get out أنا كده أنا get out of my kitchen. بس أنا حاسة إن somebody asked me for something one time بس مش فاكرة. I feel it was يمكن لو ما حد سألني مش هفتكر بس لو حد سألني هتيجي مع الوقت بس I'm trying to remember because I develop desserts for people all the time. يعني this is one. لا, somebody just asked me to do tiramisu one time. Like I don't mind. يعني في نفس الوقت عندي المنيو بتاعتي بس أنا في أوقات ناس. I have such lovely clients, honestly. I have lovely clients. So they'll sit and they'll like tell me their life story على التليفون. You know what I'm saying? بيكلموني عشان يطلبوا حاجة بس بعد نص ساعة عرفت إن هم بنتهم اتولد, you know, had a baby or you know, it's crazy stuff like that. I become very personal with my clients. عندي one of my clients, she's adorable. بموت فيها. هي بتحب الليمون كيك اللي أنا بعملها بس الليمون كيك اللي أنا بعملها فيها سكر وفيها glaze وهي you know بس هي she's starting to develop sugar diabetes I think حاجة زي كده. So a lot of clients like that I'm like I'll develop a recipe من غير ممكن الحاجة الوحيدة اللي بتغاظ منه بقى ممكن تقللي السكر فيها قلت له no I can't. These are people that don't bake and don't make desserts مش عارفين how it works in في foundations ما أعرفش الكلمة بعمل إيه. أساسيات في الديزرتس. الأساسيات في الديزرتس هي سكر زبدة بيض ودقيق. That's it. You know what I'm saying? I cannot if كلهم are certain أوزان. They're certain أوزان for a reason. And if I play with the أوزان, it will collapse. The cake will collapse. You know يعني هي I don't know. This is just it. This is how it is. So إن أنا أقلل السكر ما ينفعش. And then I develop a new recipe for you من غير سكر. This I'll do. So مش هقعد أغير في الريسبيز بتوعي بس I don't mind and then I develop a completely new recipe for you and if it's good I'll add it to the menu. That's what I do. Perfect. That's what I do. So I feel like في النقطة دي like when I do that a lot of my clients appreciate the fact that I'm making that effort for them to develop something for them because they like lemon cake بتاعتي for example. So بس هم عايزين lemon cake بس من غير سكر. Then هقعد عملت vanilla cake من غير سكر. ده كانت صعبة قوي علشان برضو لما بتحط دبس بلح فيها it alters the taste. It has أنا بالنسبة لي it has a sulfuric taste. ما أعرفش usually العسل أسود ودبس عسل حاسن بيحطوا sulfur there's something happens there's the heat بتغير في حاجة. So this I'll do it أنا عملتها for برضو نفس صاحبتي اللي بطلت سكر وقلت let's see عجبتهم قوي بس أنا مش فاكرة. I'm like okay and to me it was I prefer the regular cake بس fine it works. طيب سؤال أخير. Yes. لو أنتي قررتي تعملي ديزرت لرمضان اللي جاي ده Yes. هتعملي إيه؟ I won't say. مش هقول. لا يعني هنت كده. هو أنا خلاص عرفت إن هو مش هيبقى فيه فستق. بص الفستق ممكن تبقى garnish sprinkle من فوق. ما عنديش مانع sprinkle من فوق عشان تدي شوية لون. فاهم قصدي؟ which might happen actually. And I want to زي ما عمري فكرت أعمل كيك بالفستق honestly عشان أنا كان في كايرو فود ويك مش السنة دي مش 25 24
I made a cupcake. كان عندي stand وكنت ببيع. كان عندي a cupcake with fuzzo in it. It was very interesting. I want to transfer it into a cake. Maybe it'll work, maybe it won't. I'm not sure, honestly. يعني كنت بفكر أعمل date cake بس زي date cake. It doesn't really, it sells بس مش بتقطع الدنيا خالص. فاهم قصدي. والsalted caramel brownies بتاعتي بتشتغل كويس قوي في رمضان. والpecan pie is popular also for Ramadan. There are some items كده are popular. The sweet potato pie might be, but I don't think so. I might do a Ramadan version of the pavlova. That's interesting. But it's going to take some experimenting because الtopping عايز أعمل topping هتاخد وقت. And if it comes out right, then it'll be perfect. I have an idea بس هقولك عليها off air. I already have an idea. بس لو أختي عملت الجت يمكن أبعت لكم الفكرة تجربوا because you like pavlova. So that might be sprinkled with pistachio. هي دي اللي might be sprinkled with pistachio. أقول لكم حلاوة الشعر عملتها بس هي يمكن كنافة وفوزو with the topping that I have in mind. I think it could work very well. لو الtopping اللي في دماغي اتظبطت. Perfect. I can't wait. لو اتظبطت it will be perfect. Can't wait. It will be very good. بس هنشوف. Thank you so much for coming today. أنا pleasure. وأتمنى تكون الناس اتبسطت. أنا الصراحة اتبسطت قوي. فأتمنى أكون أنت كمان اتبسطتي. لا أنا اتبسطت قوي. أتمنى الناس كمان تكون اتبسطت معانا. إن شاء الله. Thank you so much. Thank you. وأشوفكم في حلقة ثانية. Bye. Bye.